لا يمكن المرور قرب الإدارة والإقامات الخاصة والمصالح الخارجية دون أن تلمح عيناك شبابا أو رجالا بزي رسمي، بعضهم يحمل جهازا لاسلكي، وفي مواقع أخرى بأبواب الأبناق أو المؤسسات الكبيرة أو الفنادق المصنفة. عناصر من هذا الأمن تحمل أجهزة الرصد المغناطيسي. تحاول مثلا الشركات الامن الخاص هما احتراما لهم باش تكون عندهم واحد سات فورماسيون باش هذوك الاشخاص ديالهم اللي بغيو يشتغلوا في واحد المؤسسه اما فندقيه، اما مثلا في لي شونتي تبني، اما لي ريستورون، في الملاعب كره القدم، خاص ان تكون عنده واحد بتيت فورماسيون، مثلا كومونيكاسيون كيفاش يهضر مع الناس، مثلا تكون عنده واحد الخبره في مسائل القانون، يعرف شنو هو القانون، يكون مثلا عنده واحد الشكل ديالو اللي هو مثلا الهندام ديالو انه خصو يكون لابق. دور حراس الأمن الخصوصي يكمن بصورة عامة في حماية الأماكن والمناطق من أي أخطار أو مخاطر. هذا يتطلب من شركات حراس الأمن أن توفر لهم تكوينا كاملا. هنا داخل هذه القاعة الصغيرة مجموعة من الشباب يتلقون تدريبات على مستوى المراقبة والكشف والتدخل، هذا يؤهلهم للقيام بمهامهم كاملة وفي ظروف جيدة. التكوين عبارة عن دراسة شاملة، يعني النظري والتطبيقي. النظري هو أن كيعرف النظام الأساسي ديال الحراسة الخاصة، إضافة للسكيوريزم كذلك التدريب على التدخلات السريعة بما فيها السكيوريزم، يعني الإسعافات الأولية. بالنسبه لهذا التكوين حنايا كنجيو كناخذوا دروس تقويه في هادشي ديال حارس امن خاص، مع باش كيفاش نتعاملوا مع الناس، كيفاش نحيطوهم بان رحنا متواجدين وباننا حنايا الامن ديالهم والسلامه ديالهم، والاستاذ كيعطينا معلومات وكيعطينا كيفاش نتعاملوا مع الحريق وكيفاش نتعاملوا مع الناس الاجانب ومع الناس، يعني بلد سياحي وبلد بحال هذا خاصو يعني يكون اجون سيكوريتي في المستوى. كاين مواقف يعني بالنسبه كنتلاقاو مع شي ناس اللي كيكونوا يعني ما تيعرفوش بالدور ديال لاجون سيكوريتي، يعني يقدر داك الكونترول اللي بيدوز لي ولا لا فيزيت ما يتقبلهاش. يعني بالنسبه للفورماسيون ديالنا كتعلمنا نتحكموا في الاعصاب ديالنا، ما ننفعلوش، نكونوا ديما يعني مرتاحين، تنهضروا ما نتعصبوش، ما نفهم حاجه. لا يخفي هؤلاء الشباب تذمرهم من سلوكات استفزازية تصدر عن بعضهم، غالبا ما تكون نجمة عن جهلهم للدور المنوط بهم. التكوين هنا يلعب دورا حاسما في التقييد بالتعليمات ورصد كل التجاوزات التي من الممكن أن تمس مهمة الحراس الخاصين في أداء عملهم.